جالي استفسار من صديقة البرنامج بتقول إن أخوها خاطب وخطيبته متمسكة بتربية القطط. اخويا خاطب بنت من هواياتها تربيه القطط، بيتكلم معاها انه لما يتجوزوا هتسيب القطط دي او هتعرضها للتبني. ردت وقالت له خططي قبل مني، والموضوع معاها لا يحتمل المناقشه، وماما بتقول في مرض اسمه مرض القطط مش هيخليها تنفع تحمل وهيسبب اجهاض. يلا نشوف الرد لعله يكون إفادة لحد تاني عنده نفس السؤال. إيه هو مرض القطط؟ هو عدوى طفيلية ممكن يصاب بها الإنسان. أشهر مصادر العدوى دي بتكون اللحوم الغير مطهية بشكل كافي، خضار أو فاكهة مش مغسولة، تربة ملوثة أو مية غير معقمة. وهي دي مصدر معظم الإصابات البشرية، بتيجي من الغذاء أكتر من إنها تيجي من القطط. طب ليه سموه مرض القطط؟ لأن القطط مضيف نهائي للطفيل. يعني كل القطط شايلاه؟ لا طبعا، القطة بتصاب لما بتاكل لحوم نية أو فراخ. يعني القطة بتخرج للشارع أو هي أصلا قطة شارع وبتصطاد. شرط كمان إن الفريسة دي نفسها تكون حاملة للطفيل. بعد ما بتدخل العدوى لجسم القطة، الطفيل بيتكاثر في أمعاء القطة وتبتدي تطرح البويضات في البراز لمدة من أسبوع ل3 أسابيع بعد الإصابة الأولية. القطة المصابة لأول مرة هي بس اللي ممكن تنقل الطفيل. بعد كده جهازها المناعي بيكون مناعة بتقدر تقاوم الطفيل ده، فخلاص ما بقاش البراز بتاعها بيحمل العدوى. يعني القطة اللي عايشة في البيت وبتاكل أكل مطبوخ أو معلب أو أيا كان، فرصتها ضعيفة جدا جدا إنها تنقل التوكسوبلازما. طيب افرضي حصل الإصابة الأولى دي في نفس وقت ما هي حامل. الطريق الوحيد لانتقال العدوى هو انتقال الطفيل من براز القطة لفم الحامل. طب وده ممكن يحصل ازاي؟ أثناء تغيير الرمل اللي بتعمل فيه القطة التويلت، لو نظفت الليتر بوكس ده من غير ما تبقى لابسة جوانتي وما غسلتش ايدها بعد ما نظفت الرمل ده وبعد كده راحت أكلت، دي الطريقة الوحيدة اللي هيتنقل لها بيها مرض القطط لو قطتها كانت لسه أول إصابة ليها في فترة الحمل. طيب مش ممكن نطعم القطط دي أصلا؟ للأسف لحد دلوقتي مفيش تطعيم للتوكسوبلازما لا للإنسان ولا للقطط. المتاح دلوقتي الوقاية تبقى ازاي؟ ما تاكليش لحوم نص مستوية. اللحوم والأكل اللي احنا بناكله هو أكتر مصدر للعدوى مش القطط. خلي حد غيرك يغير الليتر بوكس، لو مش موجود حد غيرك استخدمي جوانتي واغسلي ايدك فورا بعد ما تخلص. ويا ريت ما تتبنيش قطة جديدة أثناء الحمل لو مش محتاجاها، ما حبكتش يعني. طيب ايه رأيك يا دكتورة أول ما تحمل نعمل تحليل التوكسوبلازما نشوف عندها ولا لأ؟ زمان كان بيتعمل التحليل ده بشكل روتيني لكل الحوامل، لكن دلوقتي التوصيات اتغيرت واتفقوا ان التحليل الروتيني لكل الحوامل مش ضروري، يتعمل بس لو في شك سريري أو تاريخ مرضي معين أو أعراض. ودلوقتي الخلاصة ان مش كل قطة خاطب، مش كل واحدة تتجوز تخلص من قطتها، ومش كل واحدة حامل لازم تعمل تحليل توكسوبلازما. اطمني، لو عرفتي الوقاية صح فحملك آمن حتى لو كان عندك قطة. مرض القطط مظلوم مع القطط. شاركي الفيديو مع صديقتك اللي بتحب القطط. stay safe. خدتكم بعافية.